السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم معانا في فيديو جديد على قناتنا، قناة جرب وصفتي. كل سنة وحضراتكم طيبين وبألف خير. زي ما انتم شايفين كده، فيديو النهاردة هنعمل مع بعض طريقة عجينة القطايف من الألف للياء. هنعمل القطايف من أول العجينة والحشو والتحمير وكمان الشربات، وكمان هنقول مع بعض تريكات مهمة جدا لازم تاخدي بالك منها وانت بتعملي عجينة القطايف، وايه السر في اللون والطعم المميز بتاع عجينة القطايف، وازاي طريقة التسوية. ان شاء الله الفيديو النهارده هيعجبكم، فيه معلومات حلوه جدا. بتمنى النهارده ان شاء الله الفيديو يعجبكم وتسمعوا الفيديو للنهايه. وبتمنى لو اول مره تشوفوا قناتي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من الفيديوهات. ويلا بينا نسمي الله ونبدا مع بعض الفيديو. مبدئيا معايا 3 كوبايات من الدقيق، اي نوع دقيق عندك هتستعمليه. هنحتاج على الثلاث كوبايات من الدقيق، هنحتاج عليهم معلقه من الخميره الفوريه، وهنحتاج عليهم كمان ذره من الملح، وهنحتاج عليهم معلقة من السكر، وهنحتاج عليهم كمان شوية كده من الفانيليا بسيط. دي كل المكونات بتاعت القطايف معانا العجينة. تقدري كمان لو عندك لبن بودر تقدري تضيفي معلقة، مش موجود خلاص ما فيش اي مشكلة خالص. دي المكونات اللي معانا، مكوناتها سهلة وبسيطة. هناخد بقى معانا معلقة كمان من البيكنج باودر زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده هاخد معايا اقلب كل الخليط كده كويس، وبجهز معايا ميه دافيه للعجن. وتقدري كمان لو احنا الجو دافي عن كده وفي الصيف تقدري تستعملي ميه من الحنفيه عادي. ببدأ ان انا اقلب كده معايا كل المكونات الجافة دي معايا بمضرب سلك. تقدري تعملي العجينة دي في الخلاط، وتقدري تعمليها على ايدك عادي بالمضرب السلك عادي اليدوي، برضو الاتنين ماشي معاكي. هي عجينة سهلة وبسيطة وما بتاخدش معانا اي وقت خالص. ببدأ ان انا انزل معايا كده، هحتاج معايا على الثلاث كوبايات من الدقيق تقريبا في حدود 3 كوبايات وربع ل3 كوبايات ونص من المية الدافية. انا هضيف الكوبايتين الاول، وبعد كده ببدأ ادوب حلو العجين معايا، وبعد كده برجع اضيف الكوباية التالتة او كوباية وربع التالتة. بتاخدي بقى بتشوفي كده على حسب قوام العجينة معاكي. هوريكي القوام المظبوط بتاع عجينة القطايف علشان تطلع معاكي العجينة زي اللي بتشتريها من بره، وطعمها مختلف كمان ومميز اكتر بكتير. لو عملتيها في البيت هتلاقي الطعم مميز جدا عن اللي انت بتشتريها خالص. زي ما انتم شايفين العجينة معانا ناعمة زي ما انتم شايفينها كده، مفيهاش اي تكتلات خالص. وكمان العجينة قوامها كويس، يعني زي ما انتم شايفين نفس القوام ده اللي انا محتاجاه معايا في عجينة القطايف. باخد العجينة معايا برضو بصفيها معايا بالمصفى علشان لو فيها اي قطع من العجين او دي ما تدوبتش كويس معايا في العجينة، ما تخرزش معايا فيها. لما اعمل القطايف الاقي فيها قطع كده مخرزة من العجين. ببدأ ان انا اصفيها تصفية كويسة كده زي ما انتم شايفين، واي قطع من الدقيق او من العجين ببدأ ان انا استبعدها خالص معانا في وصفة القطايف. وصفة القطايف من الوصفات الحلوة السهلة جدا. في العجينة مكوناتها بسيطة خالص، وكمان سهلة جدا في التشكيل وفي التجهيز، يعني من أصناف الحلويات اللي ما بتاخدش معاك وقت خالص في تجهيزها. زي ما انتم شايفين ده القوام معايا بتاع العجينة، عجينة القطايف. هغطي عليها واسيبها لمدة 10 دقايق بس ترتاح معايا. بعد كده هبدأ اجهز معايا شربات القطايف. شربات القطايف بيكون شربات تقيل يا جماعة. هتحطي معاكي لو 4 كوبايات من السكر هتحطي عليهم 3 كوبايات بس من المية، وطبعا عصير نص ليمونة ومعلقة من عسل الجلوكوز. زي ما انتم شايفين كده دي شكل القطايف. بوريكم برضو بعد ما طلعت معايا بالشكل ده. وهقول لكم على حاجة مهمة لازم تاخدي بالك منها وانت بتجهزي عجينة القطايف. زي ما انتم شايفين معايا طاسة او جريل يكون سميك شوية، مش مسحاب اي مادة دهنية خالص. هو زي ما هو كده. ببدأ ان انا اصب عليه العجينة بتاعت القطايف على شكل طبعا دايرة زي ما انتم شايفينها كده. معاكي بقى ازازة كاتشب تقدري تحطي بيها، معاكي شفشق زي ده، اي حاجة لها بوز كده بتبدأ ان انت تصب بيها. حابة اقول لكم بقى على شايفين المقطع ده، دي كانت معايا عجينة من عجينة القطايف، ركنت معايا شوية وخمرت بالشكل اللي انتوا شايفينه. لو وصلت معاكي للتخمير للدرجة دي، لما بتيجي تعملي عجينة القطايف بيكون فيها فراغات واسعة كتيرة. والفراغات دي كمان بتبقى ظاهرة في ظهر قطعة القطايف، ما بتبقاش ناعمة قوي من ورا. فطبعا ما تسيبهاش ان هي انا في بعض القطايف من هنا
اتعملت بنفس العجينه اللي انا قلت لكم عليها اللي هي خمرت قوي دي. فعشان تظبطي العجينه لو خمرت معاكي بنفس الشكل تقدري ان انت تضيفي عليها او تدوبي معلقتين 3 من الدقيق بره في شويه صغيره كده من الميه، وتبداي تضيفيها تاني على عجينه القطايف المختمره علشان تقلل معاكي الخمر شويه، وما تعملش معاكي الفراغات الكبيره الواسعه اللي بتكون واصله من ظهر زي ما انتم شايفين كده، ظهر القطايف دي. هي ما فيهاش اي مشكله خالص لما بتعمليها في التسويه، لكن علشان خاطر نوصل للمرحله اللي احنا حابينها اللي هي تكون القطايف زي شكل القطايف اللي احنا بنجيبها من بره. وبرضو تقدري ان انت تضيفي شويه بسيطه برضو من الميه عشان تهبطي الخمر بتاعها. هي من الافضل ان انت تعمليها، وبعد ربع ساعه بالكتير خالص تبداي ان انت تشتغلي فيها في التسويه. طيب هندخل هنا لمرحله الحشو. معايا الحشو بقى ده على حسب ما انت حابه تحشي. انا حشيت هنا سوداني. السوداني متحمص ومجروش بس كده، مش ضرباه في الكبه، يعني مكسراه تكسير بسيط، وضفت عليه جوز الهند وزبيب، وضفت عليه كمان معلقتين 3 من الشربات القطايف التقيل، وقلبتهم كده في بعض عشان يكون متماسك معايا لما احشي القطايف الحشو اللي فيها ما يقعش معايا وانا بجهزها. ما انتم شايفين بنبدا ان احنا نقفلها بالشكل ده. طريه جدا العجينه وطعمها في منتهى الجمال وسهله قوي في التشكيل، ما بتتنيش وتتقطم كده وتتكسر معاكي، لا العجينه لينه جدا في ايديكي. وكمان بعد التشكيل وبعد لما بتطلعيها بتطلع لها طعم كده مميز، مقرمشه من بره وطريه وحلوه قوي من جوه. جربوها ان شاء الله بالطريقه دي هتعجبكم، هتدوقي اجمل واطعم عجينه قطايف سهله وبسيطه وتكلفتها بسيطه خالص. يعني من 3 كوبايات دي هتعملي كميه ما شاء الله. طبعا الكميه اللي معايا دي مقدارين مش مقدار واحد، بس هي يعني الكميه بتاعت 3 كوبايات ده هتعمل معاكي كميه حلوه قوي، اجمل كتير واحسن واطعم من اللي انت هتشتريها من بره، وما بتاخدش معاكي وقت خالص. حشينا عجينه القطايف تقدري ان انت تخزنيها في الفريزر بالشكل اللي انت شايفاه، محشيه بالشكل ده. تحطي بين الطبقتين كده كيس بلاستيك وتحطيها معاكي في الفريزر، وقت ما تحتاجيها للتسويه هتكون جاهزه معاكي، لان عجينه القطايف ما ينفعش ان احنا نخزنها وهي زي ما هي من غير ما تتحشي. لما تيجي تطلعيها تحشيها هتتقطم وتبوظ معاكي. فده احسن واسهل طريقه ان انت تخزني بيها عجينه القطايف. حطها معايا زي ما انتم شايفين كده في زيت غزير، احمرها كويس، بعد كده بصفيها وانزلها معايا على الشربات، وابدا ان انا اصفيها واطلعها معايا برضو على مصفى او طبق كده اصفيها كويس، وبعد كده بتكون جاهزه معانا. العجينه سهله وبسيطه والطريقه سهله، بتمنى ان شاء الله تعجبكم وطعمها في منتهى الجمال. جربوها، ومستنيه كومنتاتكم وتعليقاتكم على الوصفه، ولو عملتوها يا ريت تكتبوا لي تحت رايكم فيها، وفي انتظار وصفات تانية جديده. ويا ريت لو حابين اي وصفه نعملها يا ريت تكتبوا لي تحت في الكومنتات. بتمنى ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس واللايك وتشيروا الفيديو عشان الكل يستفاد. وبشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل سنه وحضراتكم طيبين وبألف خير.